السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الورد والهنا والفل من قناتي روتين يوسف ولومي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. طبعا النهارده عايزه اقول لكم قايمه كده مش عارفه اعمل اكل ايه وما عنديش حاجه اعملها. ببص في التلاجة لقيت عندي كده كبد وقوانص، قلت اقوم اعملها بالخلطه كده والصوص المحترم، طعمها جنان، وبعملها في اقل من 5 دقايق كمان. وبعمل جنبها شويه بطاطس كده محمره واليوم بيمشي. طبعا اللي بيحب يعمل جنبها رز ماشي، اللي مش عايز انا بالنسبه لي بفضل طبق بطاطس محمر. يلا نشوف مقاديرنا السهله، بس حط لنا اللايك الحلو، واهم حاجه اشتركوا في قناه روتين يوسف ولومي على اليوتيوب، واللي يحب يشوف الفيديو كامل يشوفه على قناتي، واوعوا تنسوا المتابعات. يلا بينا نشوف المقادير. بصوا حبايب قلبي، عندي هي الكبد والقوانص بتاعتي، غسلتها طبعا وخليتها زي الفل. اهم حاجه في الكبد والقوانص الغسيل، لان هي لو ما اتغسلتش كويس عايزه اقول لكم بتبقى زفره. فاهم حاجه غسلها، ونشيل كل الدهون اللي حوالين الكبده والقوانص لغايه ما تبقى كلها صافيه زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي الكبد والقوانص. عندي عندي بصل بشراه، عايزاه يبقى خشن كده، ما ينفعش اللي هو بيبقى الناعم. عندي معلقتين طماطم بنطعم بيهم الصوص بتاعي حلو قوي. عندي قرنين فلفل رومي، طبعا اللي بيحب يضيف حراق يا ريت، بتبقى طعمها حلو. التوابل بتاعتي هتبقى عباره عن فلفل اسمر، كزبره ناشفه، ورق الغار او ورق راوله، كل واحد يعني يقوله زي ما بيحب، وتوابل فراخ. طبعا الملح ده بحطه في اخر الاكل خالص. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايب قلبي، بنزل بالبصل بتاعي على شويه زيت كده، ما بتتعملش بالسمنه، شويه زيت، وابتدي اديها تقليبه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، الزيت بيفرقع. عايزه اقول لكم تقريبا الطاسه كان فيها شويه ميه، يا دوبك ادي تقليبتين كده. طبعا البصل بتاعها ما بيتحمرش، هو تقليبتين. انا هقلب لكم هوريكم شويه يعني يا دوبك كده، وانزل على طول بالفلفل بتاعي واقلب. البصل ما بيقعدش كتير على النار، يا دوبك هما تقليبتين. يا دوبك اول لما الاقي البصل بتاعي ابتدى يصفر زي ما حضراتكم شايفين كده، انزل جري بالكبد والقوانص بتاعتي، ومعاهم الاول نقلبها تقلبتين، وبعد كده نحط التوابل اهي. عايزه الكبد والقوانص بتاعتي اللون بتاعها يتغير. يلا يا مسكرين، اللي ما عملش المتابعه يعملها، وحطوا لنا احلى لايك. عايزه اقول لكم انا بحط الكبده، في ناس بتقول لك لا الكبده تتهري من الاول، لا انا ما بعملش كده، وبطلع احلى كبده سليمه، ولا بتتهري ولا بيحصل لها حاجه، بس نقلب بالراحه. لازم طبعا استنى لغايه ما كل الكبده بتاعتي الحمرا دي تبقى لونها بني كده، تاخد اللون بتاعي. انزل بالتوابل، بحط التوابل بتاعتي كلها اللي عندي. طبعا الملح ده اخر حاجه، يعني بحط الملح لما الاكله كلها تخلص، وابتدي اقلب طبعا بالراحه عشان الكبده بتاعتي ما تتهريش. عايزه اقول لكم ان هي اكله سهله قوي قوي وسريعه جدا جدا، ما بتاخدش وقت. لسه طبعا ما خدناش اللون اللي احنا عايزينه. عايزه اقول لكم لما طبعا التوابل نزلت مع البصله والكبد، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. بص منظرها يفتح النفس، ولسه ما خلصتش كمان. كده هننزل بمعلقه الطماطم بتاعتي اهي، ما بيبقاش كتير، احنا بس بنطعمها عشان يبقى فيه صوص طعمه حلو. طبعا واقلب كل ده تاني. هي كده لون الكبده بتاعتي غير بقى البني اللي انا عايزاه. وهنزل بقى بكوبايه من الميه. بصوا حبايبي، بحط نص كوبايه من الميه عليها اهي، واقلبها واسيبها لمده تلت ساعه
النار بتاعتي تبقى وسط، ولا عاليه قوي ولا موطي كده اهو، واسيبها لمده تلت ساعه ونغطيها ونشوف هتبقى عامله ازاي. بصوا حبايبي رجعنا لها بعد تلت ساعه، ويلا نشوف هتبقى عامله ازاي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه والريحه. بصوا النبي المنظر، بصوا انا هقربها، بصوا منظرها. بصوا بقى الكبده، عشان الناس اللي بتقول لي الكبده بتتهرى، بصوا بسم الله. بصوا منظر الكبده سليمه ازاي. بصوا الصوص بتاعها. يلا كده نحط الملح بتاعي، نقلب. عايزه اقول لكم ده بيبقى على رز، بيبقى تحفه تحفه تحفه. انا عن نفسي بغمزه بالعيش، بحبه جدا بالعيش طبعا. يلا كده نغرف. بسم الله. بصوا الكبده، بصوا تاني قطعه اهي، سوري. بصوا حبايبي ده كده شكلها النهائي اهو. بصوا المنظر، الريحه تحفه. عايزه اقول لكم يعني هموت دلوقتي واكل. وبكده ابقى خلصت طبختي النهارده، سهله وبسيطه وما خدتش مننا دقايق كتير. طبعا بألف هنا وشفا، جربوها. مره تانية هبقى اعمل لكم، ساعات انا بعمل ليها رز طبعا معين بتاعها، ساعات هعمله معاها مره. وبكده النهارده ابقى خلصت الفيديو بتاعي. ما تنسونيش في اللايك الحلو، ما تنسونيش في اللايك، واشتركوا في قناه روتين يوسف ولومي على اليوتيوب. اشوفكم على الف خير يا احلى متابعين في الدنيا. وبصوا اخر نظره.